لا، المباراة الذهاب كانت صعبة للظروف الخاصة اللي كانت في بروناي، والحمد لله توفقنا وربحنا وجبنا 3 نقاط. واليوم الاستعداد ان شاء الله يكون كامل في المباراة اللي راح تلعب هنا في الكويت، واللاعبين راهم في تركيز كبير باش ما يفرطوا في المباراة هذه وما يفرطوا في 3 نقاط. والله مباراة الذهاب يعني كانت مباراة ممتازة والحمد لله يعني توفقنا فيها وقدرنا ان احنا نفرض يعني اسلوبنا وتحكمنا بالمباراة الحمد لله. ضيعنا كثير من الفرص يعني بعدم التركيز، وان شاء الله نعوضها في هذه المباراة. ان شاء الله نريد من الجمهور والشعب اليمني ان يؤازرنا في المباريات القادمة، ويكون الرقم الصعب لنا ويكون حافز بالنسبة لنا، وإن شاء الله نحن نوعدهم نحقق الفوز والتأهل بإذن الله تعالى. حظوظنا انه احنا دائما كل مباراه ناخذها على حده، يعني كل مباراه بالنسبه لنا يعني في سواء المباريات هاي الجايه كلها مباريات نهائيه باذن الله، كل مباراه ناخذها على حده باذن الله، نحقق ال3 نقاط بكره باذن الله، ومباراه بوتان نحقق 3 نقاط، والمباراه الثالثه ايضا يعني نسعى احنا ان احنا نكون الاول في المجموعه باذن الله. حظوظنا احنا قائمه، عندنا مباراه مهمه الان امام بروناي نخطف 3 نقاط، ونفكر باللي بعدها ان شاء الله بوتان نخطف 3 نقاط باذن الله، ونلعب احنا ولبنان مباراه نهائيه باذن واحد احد ونفوز عليهم ونخطف 3 نقاط، يعني نخطف التاهل من مجموعه باذن الله. والله اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله مستعدتنا جيده جدا، جميع اللاعبين محترفين في انديتهم، وان شاء الله جميعنا عازمين على خطف ال3 نقاط والتفكير في هذه المباراه، ثم تفكير في مباراه بوتان ومباراه لبنان. كلمنا على جاهزيتك للمباراة غدا إن شاء الله. والله صراحة كلنا جاهزين، الشباب ما قصروا أول مباراة، إن شاء الله بكرة نفرح الجمهور اليمني.